مضغوط من الخسارة التي تعرض لها في بغداد. عاد اليوم، وصل عثمان، أخطأ إيفانس والكرة في مرمى وسام، وضعها على يمين حارس المرمى، جعله واقفا لا يتحرك من دون ردة فعل، وعثمان خطف كرة. لاحظ هنا، سرق الكرة من أمام المدافع النيجيري، من نيجيري إلى نيجيري، وهدف في مرمى ديالا. هدف أول لنفط ميسان يسجل عثمان ساري في هذه اللحظات. بعودة وتعادل البرتقالي، رأسية إيفانس صعبة على حسن، لم يقدرها حسن، تأتي في مرمى نجم، والتعادل يأتي الآن. هذا ما كان يخاف منه علي عبد الجبار، أتى وأدركه إيفانس، ورأسية بالقائم تصت وتذهب إلى مرمى حسن نجم. وعشاق ديالا، وشوف الإعادة، شوف الكرة العرضية الجميلة، يا سلام يا سلام على هذه الرأسية، حلوة في الشباك. وبالتالي الأسماء الجديدة اليوم تقدم أنفسها بشكل مميز مع هذا الرجل، هذا التونسي، نعم، زولفاني. وبالتالي هدف ثاني عن طريق كولنيز أوباري لمصلحة ديالا. ديالا يتفوق على نفط ميسان في شوط المباراة. شوف الإعادة، شوف الرأسية، يا سلام يا سلام، تمركز جيد رائع جدا. بالتالي صعبة على حسن، ويسجل عن طريق عرضية حسين يونس، لذلك يضيف ثالث الأهداف لمصلحة ديالا. مباراة جميلة، شوف الفرحة، نعم فرحة جميلة رائعة جدا للاعبي ديالا، وبالتالي يمنون نفس بحصد أول 3 نقاط.